ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو باركو لابو الولاد يتجوز زينة تثير الجدل بمنشور عبر انستجرام. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول آه وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس امر، عشان تعرفوا التفاصيل. أثارت الفنانة زينة الجدل عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، حيث أشارت إلى زواج طليقها الفنان أحمد عز من مساعدته بشكل غير مباشر. باركوا لابو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته. وكتبت زينة خلال ستوري انستجرام: باركوا لابو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض يا دنيا. إلزام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30,000 جنيه شهريا. وقضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة بإلزام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30,000 جنيه شهريا نظير أجر خادمة لصالح توأم زينة. وجاء الحكم في إطار نظر دعوى المقامة بشأن النفقات المستحقة للصغيرين. ولف بينا يا دنيا. زينة تثير الجدل بتعليق ساخر عن زواج أحمد عز. أشعلت الفنانة زينة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تعليق ساخر ألمحت فيه إلى زواج الفنان أحمد عز من مديرة أعماله. وكتبت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: باركوا لابو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض يا دنيا. وفي سياق آخر، خطفت النجمة زينة الأنظار خلال رحلتها الأخيرة إلى دبي بعد ما شاركت جمهورها تفاصيل مميزة من زيارتها جمعت بين الأجواء الفنية والترفيهية، حيث شهدت لقاء لافتا مع النجم العالمي جان كلود فان دام إلى جانب جولة سياحية داخل متحف مدام توسو الشهي مع مجسمات نجوم السينما العالميين. وأعادت زينة مشاركة متابعيها جانبا من رحلتها عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث وثقت زيارتها لمتحف مدام توسو دبي، والتقطت مجموعة من الصور التذكارية مع عدد من المجسمات نجوم السينما العالميين، من بينهما شاروخان، توم كروز، داوين جونسون داخل أروقة المتحف. وعلقت زينة على الصور قائلة: ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام. وجاءت زيارة زينة لمتحف مدام توسو بعد أيام قليلة من مشاركتها في افتتاح فرع جديد لمطعم النجم العالمي روبرت نيرو في دبي، وهو الحدث الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم النجم العالمي جان كلود فان دام إلى جانب الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد والإعلامية لوجين عمران وعدد آخر من الشخصيات العامة. وخلال الحفل حرصت زينة على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، خاصة النجم العالمي فان دام، حيث جمعهما موقف طريف كشفت عنه لاحقا عبر حسابها على الانستجرام. وروت زينة أن فان دام ظن في البداية أنها النجمة العالمية بنيلوبي كروز بسبب الشبه الكبير بينهما، مؤكدة أنها حاولت لفترة إقناعه بأنها ليست هي، لكنه ظل مصرا قبل أن يقتنع أخيرا. وعلقت زينة بروح الدعابة على الموقف قائلة: والله قعدت كتير قوي أقنعه إن أنا مش هي، والراجل مسمم. المهم بعد ما اقتنع وهو ماشي قال لي باي بينولب. وهو ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والإعجاب من متابعيها. ويذكر أن زينة قدمت مؤخرا بطولة مسلسل ورد وشوكولاتة الذي حقق نجاح كبير نهاية العام الماضي، حيث يستند العمل إلى قضية حقيقية شغلت الرأي العام، وهي مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها. تبدأ الأحداث عندما تتعرف مروة الإعلامية على صلاح المحامي خلال استضافته
في برنامجها وتنجذب سريعا إلى حضور القوي وثقته. التغيير ينشأ بينهما ارتباط عاطفي ينقلب إلى نهاية مأساوية. مسلسل ورد وشوكولاتة شارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء التوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، بسام رجب، وإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج مندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه، وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.